بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. على بعد 10 أيام من انتهاء الميركاتو الشتوي، فريق تشيلسي يبدو الأكثر حيوية من حيث الانتقالات. بعد جواو فيليكس يتم التعاقد مع أمل الكرة الأوكرانية ميخايل مودريك صاحب 22 سنة. كان من المتوقع التوقيع إلى أرسنال، فلماذا اختار تشيلسي ولماذا قام بتوقيع عقد إلى غاية 2021؟ ميخايل مودريك جناح أيسر سريع قوي تقنيا، تم تلقيبه بنيمار أوكرانيا أو فينيسيوس ثم مبابي. ميخايل مودريك اختار تشيلسي أولا لأن قيمة الصفقة بلغت 100 مليون أورو. الفريق الأم شختار دونيتسك سيستفيد من هذه الصفقة، بحيث خصص مبلغ مهم من أجل إعانة الأسر المتضررة من الحرب الأوكرانية الروسية، ومدة العقد إلى 2031، لأن اللاعب صاحب 22 سنة وفي حالة تطوير مهاراته فريق تشيلسي لن يتنازل عن هذا المبلغ من أجل البيع لفريق قوي وكبير كريال مدريد أو البارسا أو البايرن. فريق تشيلسي كذلك وضع 62 مليون أورو من أجل جلب موزي كايسيدو، لكن براينت رفضت هذه الصفقة وحددت مبلغ 85 مليون أورو من أجل التخلي عنه حسب جريدة لندن إيفنينغ ستاندرد. لكن تشيلسي قد تبحث عن وسط ميدان آخر كإعارة إلى غاية 31 يناير. الجامعة الملكية المغربية أعطت الموافقة لفريق الوداد من أجل الاستعداد بمركب محمد السادس لمقابلة الوداد والهلال 4 فبراير بمركب مولاي عبد الله بالرباط. التهيؤ بمركب محمد السادس سيدوم 5 أيام، وذلك يدخل في سياسة الجامعة لوضع جميع تجهيزاتها لممثلي المغرب كالمنتخبات الوطنية والفرق المحلية. عز الدين أناحي أكبر الرابحين من تألق أسود الأطلس بمونديال قطر 2022. فريق فيلانس شطب اسم أناحي من القائمة للاعبين من أجل تقييم إمكانية الانتقال في الميركاتو الشتوي. في نفس الوقت ليدز يونايتد ونابولي دائما في السباق كمتنافسين أساسيين. الفريقين قد قدموا عروض مختلفة مهمة للفريق واللعب على مختلف الأصعدة. سفيان المرابط فريق أتلتيكو مدريد يبدو الأكثر استعجالا للاستفادة من خدمات الدولي المغربي صاحب 26 سنة المتألق في مونديال قطر 2022. الفريق الإسباني يصارع بقوة ضد فرق القارة الذي يتابعون باهتمام وسط الميدان المغربي، بالرغم من الشائعات حول الاتفاق المبدئي بين الفريق المدريدي وسفيان المرابط. لكن إدارة فيورنتينا أكدت المرابط ليس للبيع في الشتاء. حكيم زياش يبدو أن مسؤولي تشيلسي قد حسموا في ملف حكيم زياش، وأن المدرب غراهام تشبت بالإبقاء على حكيم زياش في الفريق بعد الشائعات التي تحدثت عن إمكانية انتقاله لنيوكاسل. حكيم زياش لعب 14 مقابلة مع البلوز، فقد 5 مرات رسمي و3 في بريمير ليج. حول الإشاعات بوتر أكد: نعترف بقدراته ونحبه كلاعب، دائما أجود لاعبين لا يتواجدون في التشكيلة الرسمية منذ البداية، وتمين ما قام به في قطر، وسنمنحه فرصة للعب أكثر.